لو سعر الجديد غالي عليك، انا جايب لك تشكيله من الكاس الزيرو، اقل سعر في مصر واسهل طريقه للتقسيط. الكاس الزيرو عندنا كله موجود بعلب، ما بناخدش حاجه من غير علبه، ما بناخدش حاجه مفتوحه قبل كده او كان فيها مشكله. بص اتفرج معايا على الجهاز، ورقه الضمان جوه اهي، حتى الفاتوره اللي الراجل اشترى بيها الجهاز اهو زي ما هي. فيفو الفي 40 جديد عامل 23,000. انا بقول لك لو الجديد غالي عليك، عندنا الكاس الزيرو باقل سعر في مصر. عندي الجهاز حاله زي ما انتم شايفين، كسر الزيرو بيتباع ب 23,000 جنيه عندي جديد. بص الكسر الزيرو بتاعه بكام؟ ب 19 ونص. الكفر بتاعه، الدبوس، الشحن السريع، خش معايا كده على الشاشه. بص معدل 120، معالج سناب دراجون، كان بينزل باندرويد 15. جهاز كسر زيرو فابريكا، شاشه كيرف، حاجه محترمه جدا، سماعه عاليه، بطاريه، كاميرات، حركات. بقول لك ان هو ب 19,500 عندنا بدل 23,000 جنيه تجيبه جديد. لو سعر الجديد غالي عليك، عندنا الكسر زيرو بالعلبه وبتاخد ضمان من الفرع، غير ان هو اصلا الجهاز لسه عليه ضمان من التوكيل. طب انت لو معكش سعر الكاش، هتقسط معانا ببلاش، هتقسط معانا بالبطاقه فقط بدون مقدم وبدون ضامن. لو سنك عدى ال 21 سنه، اخرك 60 سنه في التقسيط، هتقسط اي جهاز عندنا كسر زيرو باقل سعر للكاش وابسط طريقه للتقسيط. سواء عايز ايفون او اندرويد، الاثنين هتلاقيهم بعلب عندنا. اقل سعر للكسر زيرو وابسط طريقه للتقسيط، هتقسط معانا من 6 شهور لحد 36 شهر. ما تنساش تعمل لايك وفولو منشن لصاحبك اللي عايز يقسط موبايل بالبطاقه، قول له راديو خطاب عنده اجهزه كسر زيرو باقل سعر للكاش. معكش كاش، قسط معاه بالبطاقه لحد 36 شهر.